كله يكون بخير. خلينا نبقى متفقين دايما ان اي نشاط غير السواقه بيشتت انتباهك عن المهمه الرئيسيه ليه، وهي تقييمك للمخاطر الموجوده على الطريق. علشان كده استعمالك للموبايل مش هيساعدك ان انت تتعرف على المخاطر دي، مش كده وبس، ده كمان هيكون مصدر جديد للخطر، وانت مش ناقص مخاطر وكفايه عليك اللي في الطريق. طيب في البدايه كده لازم تعرف يا فندي ان القانون بيجرم استعمال الموبايل اثناء القياده بكل الاشكال، وقال نصا ممنوع استخدام الهاتف اثناء القياده، وما قالش ممنوع التحدث في الهاتف، لان استعماله بكل الطرق خطر جدا، سواء كان بالتحدث او بالرسائل او بالانترنت او حتى عن طريق السماعات الخارجيه، او حتى لو كانت السماعات الموجوده في العربيه والبلوتوث بتاع العربيه. لان من وجهه نظري القاعده الفقهيه الاهم في القياده الامنه بتقول the best driver drive only، بمعنى ان السواق الشاطر هو اللي بيسوق بس. وببساطه فالموبايل بيقلل ويأخر من رد فعلك في المواقف الخطيره، بالظبط زي التأخير رد فعل الشخص اللي سايق تحت تأثير الكحوليات بنسبه كحول في الدم تصل الى 0.08. ولان انشغالك بالموبايل لمده لا تتجاوز اكتر من 5 ثواني على الطريق وانت سايق على سرعه 75 كيلو متر في الساعه، ده وقت كافي جدا ان انت تقطع مسافه على الطريق تعادل مساحه ملعب كره قدم من الجون للجون، واللي بالمناسبه طوله بيتراوح بين 90 الى 120 متر، بس هتقطع المسافه دي وانت اعمى عن مخاطر الطريق. تخيل بقى لو استعملت الموبايل لفتره اطول من ال5 ثواني دول وعلى سرعه اعلى من 75 كيلو متر في الساعه، فانت بتقطع مسافه قد ايه اعمى عن الطريق. وبما ان الموبايل ما هو الا وسيله نقل اخبار، فوارد جدا انه يكون السبب في انفعالك على الطريق او توترك بسبب خبر سواء كان حلو او وحش، وبالتالي ده هينعكس على طريقه سواقتك. كمان لازم تاخد بالك ان الحادثه اللي بتحصل بسبب استعمالك للموبايل ما حصلتش لما استعملت الموبايل من اول مره، لا دي حصلت بسبب تكرارك للسلوك الغير امن ده. وفي الغالب في سبب سيكولوجي لاستعمال التليفون، وهو ان عقلك بيقنعك ان في الغالب مش هيحصل حاجه وانك بقيت متمكن من ادواتك في السواقه، وده طبعا غلط، لان حضرتك طالما لسه مصر على استعمال الموبايل وانت سايق فاعرف ان ميعاد الحادثه بتاعه الموبايل وقتها بس لسه ما جاش، يعني اصبر وخد نايبك صبر وشوف كده اي حادثه حصلت بسبب الموبايل وانت هتعرف ان دي مش اول مره الشخص اللي عمل الحادثه استعمل فيها التليفون. المعلومه الاهم بقى والخلاصه في موضوع استعمال الموبايل اثناء السواقه هو ان تاثير استخدام الموبايل اثناء السواقه من حيث تاخير رد الفعل تجاه المؤثرات الخارجيه بيكون اشد ضرر من السواقه تحت تاثير المخدرات او الكحوليات. وعشان كده كل شركات انتاج الموبايلات حطوا في الموبايل خاصيه وضع القياده، وده من ناحيه عشان يساعد الناس اللي بتسوق انهم يستفيدوا من الخواص الاساسيه اللي موجوده في الموبايل بس من غير ما يشتت ذهنهم عن متابعه اخطار الطريق، ومن ناحيه ثانيه الهروب من المساءله القانونيه اذا حصل حادثه بسبب استعمال شخص للموبايل وهو سايق. اما بقى اذا كنت حضرتك من الناس اللي ما عندهمش عزيمه لعدم استعمال الموبايل وهم سايقين، فلازم تفعل وانت سايق وضعيه عدم الازعاج او وضعيه القياده، وقتها مش هيوصلك اي نوتيفيكيشنز من المكالمات او الرسائل او الايميلات. مش بس كده، ده الموبايل ممكن يبعت نيابه عنك ردود اوتوماتيك وتلقائيه لاي حد بيحاول يتواصل معاك وقتها ويقول له انك سايق. المعلومه الاهم بقى والخلاصه في الموضوع هي انك لازم تاخد القرار وباسرع وقت وتمنع نفسك عن استعمال الموبايل وقت السواقه، لان حياتك وحياه غيرك اهم بكتير. وافتكر دايما شعار لا تتصل حتى تصل، لان حياتك اهم من مسجاتك، وربنا يستر طريقك.